سيدنا عمر بن الخطاب شاور وزراءه انه ناوي يبعت جيش لفلسطين. قالوا له يا امير المؤمنين، دي فيها قائد من الروم داهية من دواهي الزمن اسمه الأرطبون، ومفيش حد من جيوشنا ورجالتنا يقدر عليه لأنه ذكي جدا. قال لهم الفاروق قولته المشهورة: والله لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب. وأمر عمرو بن العاص انه يروح فلسطين ويتصرف مع القائد الرومي. لما وصل سيدنا عمرو بن العاص لفلسطين حاصر حصن من احصنة فلسطين، والمدة طولت وهو بيحاصر الحصن. وفي فترة الحصار كان بيرسل الرسل الى الارطبون، اما الاسلام اما الجزية اما السيف. لكن الروم رفضوا يخرجوا المعركة فاصلة، والرسل اللي كان بيبعتهم سيدنا عمرو بن العاص كانوا بيرجعوا من غير اي اخبار عن أماكن الإمداد وأماكن مياه الجيش وأماكن ضعف الجيش وتعداد الجيش. فكان كل اللي بيبعته سيدنا عمرو بن العاص ما يرجعش بأي حاجة مهمة، وكلهم يقولوا ما شفناش حاجة لافتة للنظر. وبعدين فكر سيدنا عمرو وقال: قررت أروح بنفسي وكأني رسول من رسل عمرو بن العاص عشان أعرف كل حاجة. بالفعل راح سيدنا عمرو بنفسه، وهو في الطريق كان بيشوف كل شيء يهمه زي نقط ضعف الجيش، لحد ما وصل لحد الأرطبون والقيادات بتاعته. الأرطبون بدأ الكلام مع الرسول اللي هو سيدنا عمرو بن العاص، وكان ما بينهم ترجمان بيترجم لهم الكلام، وطالت مدة الكلام ما بينهم. وفي الآخر الأرطبون قال له: ارجع، مفيش نتيجة للمحادثات ما بيننا. فعلا مشي الرسول اللي هو سيدنا عمرو بن العاص. بعد ما مشي الأرطبون قال: أنا متأكد إن الرسول ده هو عمرو بن العاص نفسه. القواد اللي معاه قالوا له: ليه بتقول كده؟ إيه اللي عرفك؟ قال لهم: بيتكلم كلام القادة مش كلام بقية الرسل، وأقسم إنه عمرو بن العاص. قالوا له: هتعمل إيه معاه؟ قال لهم الأرطبون: الراجل ده لو مش عمرو بن العاص يبقى أكبر قائد عند عمرو بن العاص. قالوا له: لو عاوز تقتله اقتله لما يخرج من الحصن مش جوه الحصن، لأن الرسل لا تقتل. الأرطبون قال لهم: اقتلوه خارج الحصن بسهم، ونقول إن السهم مش من عندنا وتنتهي المشكلة. وهم بيتكلموا كان سيدنا عمرو بن العاص في طريقه للخروج بره الحصن، ومش عارف اللي بيدور في القصر ولا المؤامرة لقتله. بس وهو في الطريق حس ان في تحركات غريبة ومريبة، وهو بيمشي ظهر له راجل عربي قال له: يا رجل، انت احسنت الدخول فلتحسن الخروج. فعلا اتأكد شك سيدنا عمرو بان العسكر هيقتلوه اول ما يخرج، وهو خارج من باب الحصن وقف وقال: انا هموت لا محالة. عمل ايه سيدنا عمرو عشان يخرج من الموت المحقق؟ لما وصل سيدنا عمرو الباب الحصن عشان يخرج، وقف عند الباب وقال للعسكر: عاوز اقول للأرطبون كلام مهم ممكن يوقف بيه سفك الدماء. وبالفعل رجع للأرطبون. قال له: رجعت ليه؟ سيدنا عمرو بن العاص قال له: انت سمعت كلامي جملة وتفصيلا، واني انا واحد من 10 يثق بهم امير المؤمنين والقائد عمرو بن العاص في حكمتنا وإدارتنا للجيوش. فما رأيك أن آتيك بأصحاب 9 وتتكلم معاهم؟ جايز نتفق على رأي من غير معركة ونحقن دماء الجيوش. وافق الأرطبون ورجع عمرو. وقالوا له: ليه وافقت يا أرطبون؟ قال لهم: أقتل 10 أحسن من إني أقتل راجل واحد، وال10 دول هم خيرة القادة. خرج سيدنا عمرو بن العاص من الموت المحقق بذكائه ودهائه. وبعد يومين أرسل الأرطبون رسول إلى سيدنا عمرو بن العاص بيقول له: فين ال10 اللي عاوزين يتفاوضوا مع الأرطبون؟ ضحك سيدنا عمرو بن العاص وقال: يا رسول، أبلغ الأرطبون تحياتي وقل له إن الرسول الذي أتى إليه هو عمرو بن العاص. ولما حس بالغدر رجع وقال لك: ايه رأيك بال9 عشان يطمعك بالعدد ونكون 10. خلاك تفكر انك تقتل 10 احسن لك من انك تقتل رجل واحد عشان انجو بحياتي. وخرجت بهذه الحيلة. رجع الرسول الى الأرطبون وقال له القصة كلها. وقال الأرطبون: والله اني ظننت اني ادهى الخلق، ولكن عمرو بن العاص ادهى من الأرطبون. كلمتين ونص. علموا ولادكم مين هم الاساطير. علموهم ان الاسطورة مش لاعب الكورة ولا المغني العريان ولا البلطجي ولا قليل الأدب وعديم الأخلاق. عرفوهم دهات العرب: عمرو بن العاص، زياد بن أبية، معاوية بن أبي سفيان، المغيرة بن شعبة. عرفوهم الأسطورة الحقيقية. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. مش كده ولا إيه؟